لك بابا لكم من دار هنا، لكم بس بكي ولطم، صاركم 20 سنة وكل شي ما مستفادين. ليش وين الغدا صار؟ ليش بابا وين دايرته؟ اوقفي بابا، وين دايرته انت بابا؟ ما تقولي لي وين دايرته، شوفي لي الريمون وين؟ تجيبي خوب انت شبعتي محاضرات وبكي ولطم وكل شي ماكو. بابا غير حياتنا. وبعدين شنو هذا الاكل؟ مو قلت تسوي لي مشاوي؟ شيلي منه، شيلي لها كسره، حيرت لي بس بالمحاضرات واللطميات. يلا امشي امشي يا دبسس. لا حول ولا قوة الا بالله. ايه هذا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ما اعرف هاي العائلة ايش بيهم، يعني اليوم 9/10 ماكو احترامات الشهر محرم، ماكو احترامات ريحانة رسول الله ابا عبد الله الحسين، ما اعرف بس مشاكل وافشار. واكو واحد يشغل اغاني بهذا الشهر واليوم 9/10. بس اقول الله يهديكم. اعطيني بنتي، اعطيني الرايه، خل اروح اشدها. لا حول ولا قوة الا بالله. هذا مو صاف منك. هاي شنو؟ هاي ايش بيها كهرباء ام فلانه؟ هاي شنو ريحة الشعوات؟ ليش طفي الزايد من كل احترق له؟ الله يسعدك. ها ابني خير، شو تلهف؟ والله يا عمي قاعد واشتملك ريحة شعواط، ما احس كل الكهرباء قامت ترمش وطقت ونص الاجهزة عطلت. هسه الدولار الواحد الكهربائي كلهم راحوا فص ملح وذاب. اي ابني اكيد ما تلقى احد، يعني الناس كلها رايحة للزيارة. بما انه انا عندي خبرة راح اجي اشوف لك الكهرباء. يلا ابني. نقول بسم الله، الحمد لله والشكر. طبعا الله قدر ولطف، يعني باقي شعرايه واحدة وكان وصل للسندويش مال البيت، كان البيت كله احترق. بس الله ارحم الراحمين ويعطي فرص للبشر. اشكرك يا عمي ما قصرت. استريح استريح، اشرب لك مي. والله يا عمي هاي عيون العالم، لأن فجأة طقت الكهرباء واحترقن الأجهزة. السلام عليك يا أبا عبد الله، ولعنة الله من قتلك ومنع منك شرب الماء. النش عليها يا ابني، تركوا أسباب. شنو الأسباب لعد عمي؟ ابني راح أقول لك شنو الأسباب، بس لا تزعل من عندي، اعتبرني مثل أبوك. أول شي هذا الشهر محرم الحرام، 9/10 استشهاد أبا عبد الله الحسين وأبو الفضل العباس وأهل بيته، وروحي لهم الفداء. طبعا الحسين مو بس للشيعة، الحسين للسنة وللمسيح، الحسين قدوة نقتدي بها. إذا أنت يا ابني مشغل أغاني وفشار وغلط وإحنا نسمعك دائما تقتل مرتك، والله لأن تسمع مجالس وقرايات، ما يجوز يا ابني. فهذا يولد إلى الفقر والعطلات اللي بالبيت. واحمد الله انه لو مو مرتك صالحه كان صار حريق بالبيت يا ابني. فاتقي الله، وهذا الشهر محرم الحرام اتجه الى الله في حب الحسين، وان شاء الله الله يفتحها بوجهك. اني هذا اللي اقدر انصحك به يا ابني، وبعد ظلت يمك. صح يا عمي انا غلطان واعترف بخطئي. يلا يا ابني انا اترخص رايح، وان شاء الله الله يصلح الحال ويفتحها بوجهك. مع السلامة. الله ياك عمي ما قصرت. أنا آسف وأكرر أسفي إنه أنا مقصر بحقك، ومن باكر ما يتكرر هذا الشي، وراح من باكر أنا وياك نحيي الشعائر الحسينية بلبيك يا حسين. وآسف وأكرر أسفي، سامحيني. من تسألني
صف لي الحسين يوم العاشر، أصف لك رجلا وقف وحيد، لا ناصر لا معين. كل الآلام اللي ممكن أن تتخيلها مرت علي. ألم فقد الأصدقاء، أصدقاء أصحابه انذبحوا أمام عينه. ألم فقد أولاد العم، أولاد عم انذبحوا أمام عينه. ألم فقد الأخوة، وشون أخوة مثل العباس انذبحوا أمام عينه. ألم فقد الأبناء، وشلون أبناء علي الأكبر انذبحوا أمام عينه. دا تتخيل المنظر؟ كل هاي الآلام دا تمر بي، ألم العطش، ألم الجوع، ألم الغربة، ألم الجراح، ألم السهام،